بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة جنات الجلالية. أتمنى أنكم بخير وعلى خير إن شاء الله. في البداية نرحب بالضيوف الجدد اللي دخلوا القناة، نقول لهم مرحبا بكم، شرفتوني في قناتي. أما القدم نقول لهم ما تنساونيش بالإعجاب وكومنتير حلو مثلكم لكي تطلع القناة وتشجعوني باش نجيب دائما الجديد. إذن أنا اليوم جيتكم بهذه الحلوى الراقية جدا جدا والبسيطة جدا وبمكونين فقط. إذن في البداية نحب اللي حاب يشوف الوصفة يلا على بركة الله رايحين نحضروا الوصفة. كما تشاهدون جبت باطة نتاع المارغرين، أي نوع من المارغرين، وضفت حبة أو علبة نتاع ياغورت بذوق الفانيليا، ما ديروش ذوق واحد آخر، إذن أو ياغورت طبيعي وتزيدوا له مغرف نتاع الفانيليا. إذن أنا درت حبة نتاع بذوق الفانيليا ونخلطها يعني بالخلاط الكهربائي، وممكن حتى باليدوي أو حتى باليد فقط، يعني ما تتطلبش جهد كبير. هنا راني ضفت مغرف صغيرة نتاع الفانيليا وراني نستعمل الآن في اليد نتاعي باش نخلط الجوانب هذاك اللي على الجوانب، الفانيليا اللي طرت لي على الجوانب، نخلط ونضيف الفارينة حتى نتحصل على عجينة طرية ومتماسكة. هنا ما نعجنش، نجمع فقط في العجين. شوفوا كيفاش راني نضيف في الفارينة بكميات قليلة جدا. نجمعها، ما نخليش الجوانب هذيك، نمسحها كامل. شوفوا كيفاش طريقة العمل باش نتحصل على عجينة طرية نوعا. هذا هو القوام نتاعها. اذا الحشو نروح نجيبو كمية من نواة كوكو او جوز الهند، ونجيبو شوية نتاع المعجون تاع المشمش يجي بنين، ونخلطوها مع بعض باليد حتى نتحصل على حشو طري. ندورو، رايحين تشوفوا القوام نتاعو، يعني طري وغير متلاصق، يعني باش ما يكونش خفيف بزاف. هنا هذا هو القوام نتاعو، نحطوه بجهة ونروح نجيبو العجين نتاعنا. بعد ما ريح واحد 10 دقائق فقط نقسموه على 2 ونبداو نطرحوه بين ورقتين تاع الزبدة هكذا، ونحلوه بالحلال يعني بسمك الصابلي أو شوية خشن من الصابلي. نسقم مليح بالأصابع نتاعي باليد نتاعي، دائما بالاستعانة بورق الزبدة أو ساشي. اللي ما عندهاش ورق الزبدة دير ساشي لتحت وساشي لفوق، وبالدائرة هذا دير دوائر. شوفوا كيفاش بكل سهولة وبكل يعني ديروا الحشو في الوسط، ثم نطبقها على 2 على شكل هليلات صغيرة، والحشو يكون فيه واحد 10 جرامات فقط أو حتى أقل. يعني راهي زاكية هذه الجاتو، زاكي بزاف بزاف. كيفاش دائما نسقم باليد والأصابع هكذا حتى نكمل العجينة نتاعي كامل. جاتني ما شاء الله، حبات ما شاء الله. هنا هذا الحلوى أو الجاتو راه اقتصادي جدا جدا.
أنا نكمل الحبات نتاعي وراني نسخن في الفرن نتاعي على 180 درجة، نطيبوه من تحت فقط، اللي ما عندهمش التحت والفوق، يعني الفوق ما يكونش أحمر بزاف، ما يكونش، نطيبوه من تحت فقط، يعني نطيبهم على بياض كيما نطيبو الشرك المسكر، يعني طايبين وفي نفس الوقت يعني ما يكونوش أحمرة من الفوق. هنا راني طيبتهم، شوفوا الكيفية اللي طابوا بها الحبات نتاعي. هنا جبت بول وعمرته، درت فيه كمية من ماء الزهر وزوج مغارف نتاع سكر قلاس، وبديت نغمس في الحبات نتاعي ينشفوا شوية، يعني نغمسهم، ندخلهم نخرجهم فقط، نخليهمش يعني يقعدوا بزاف في الماء. نقدروا نديروا الماء والسكر فقط، ونديروا في ساشي نجيبوا سكر غلاس، ونحطوا الحبات نتاعي اللي كنت غمستهم في ماء الزهر والسكر هذاك، نخليهم دقيقة ولا زوج، ثم بعد ذلك نسقمهم باليد نتاعي، ونجيب مصفاة وندير لا فينيسيون بها كما رايكم تشاهدوا في الصور. هنا راني درت الحبات، شوفوا كيفاش الطريقة اللي نسكر بها الحبات نتاعي، يعني بكل سهولة وبكل يعني سهولة. إذن على نفس المنوال نكمل الحبات نتاعي كاملة، هكذا دايما نسقم بالأصابع، وثم نديرو، وهذه هي الحبة نتاعي كما راكم تشاهدوا فيها، جات ولا أروع، وكأنها حلوى راقية بالجوز واللوز وكل شيء، وهي كما شاهدتم يعني بسيطة جدا، ما فيهاش مواد كثيرة، وجات راقية كما راكم تشاهدوا وتعمر العين. وفي العيد أي واحد يقدر يديرها، يعني ما هيش مكلفة كثير. إذن هذه هي الحلوى نتاعي لنهار اليوم، للمصداقية نتاع الكلام نتاعي رايحة نقسم لكم حبة وتشوفوا الداخل كيفاش جات معسلة، والفوق يعني الذوب في الفم. أتمنى أنها تعجبكم هذه الحلوى لنهار اليوم، وتجربوها في العيد وتقولوا لي إذا جاتكم مليحة ولا لا. و إلى وصفة جديدة بحول الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء.